دلوقتي بقى اكل البيت مش اوفر، دلوقتي اكل البيت بقى احلى بجد. قصاد ان كل حاجه غليت بره، اي سندوتشات بقى، اي حاجه بنجيبها من بره، ما بق... حرفيا ما بقاش طعمها زي الاول خالص. عملت لي كده كام كريبايه، وكان عندي كام بانيهايه كده، رحت قليتهم اهو قدامكم بيلعلعوا كده. ف وكمان حضرت بسم الله الرحمن الرحيم كام فلفلايه كده، وهنا بقى بقيت البانيه. فقلت بقى يا بت ايه، شيصي كده على نفسك واعملي كريب. طول ما البيت فيه دقيق انت تقدري تعملي كل حاجه. تقدري تعملي كيكه، تقدري تعملي فطير، كريب، بانكيك، بسكوت، كل حاجه. في اساسيات كده في البيت ما ينفعش ان هي ما تبقاش موجوده، لان على اساسها بتقدري انك تعملي حاجات كتير. بدأت بقى ان انا اقلب كده البانيه علشان يستوى. طبعا ده بقى ايه، كان متبل كده وكان طعمه تحفه، اقسم بالله عملته بعمله الاستريبس، انت الاستريبس النهارده. فبدأت كده ان انا اقليه. وكمان كنت جايبه ب15 جنيه جبنه تركي، وب20 جنيه جبنه موتزاريلا، اول مره اجيبها من عند اللبان اللي تحت البيت عندي. فطلعت الامانه تحفه. بص، ب20 جنيه ومصفرة كده. انا عماله اقول دي طبيعي دي ولا ايه؟ وللامانه ساحت، يعني كانت رهيبه بجد. كانت تحفه تحفه تحفه. هحاول كده ان انا احط لكم فيديو ليها وهي سايحه، ممكن في فيديو شورتس. هنا بقى قطعت الفلفل، وقطعت كمان طماطمايه كده وطماطمتين، وطلعت اللب بتاعها، البطن البتاع اللي هو بيبقى ايه طري كده فيها، علشان لما تتقطع ما تنزلش ميه والكلام ده. حطيت شويه زيت وشوحت كده الفلفل، علشان ما يبقاش في محطوط في الكريب ني ويبقى لسه ني كده احسن. حطيت اهو الطماطم بعد لما قطعتها، بعد لما تشال القلب بتاعها. تحسوها كده ان هي قلبت على فلفل الوان احمر. فكانت حلوه بصراحه. بدات كده ان انا اقلب كده، علشان تاخد كده تشويحه، بس مش تشويحه قوي علشان الطماطم ما تخش في مرحله ان هي الدبلان قوي، وان هي بقى ايه، لا انا هتسبك، لا احنا مش عايزينك تتسبكي. بعد كده لما شوحتها كده شويه، قطعت طبعا البانيه بعد لما قليته وحطيته. انا مش عارفه انا ليه مغلبه نفسي وعماله اقلب بالشوكه، بس ما علينا، ما علينا. وكمان بصور كده ليه؟ اصلا انا لو ما صورتش وانا ماسكه التليفون مش هصور، حرفيا مش هعمل حاجه. فقلت بقى بما ان انا هعمل حاجه حلوه، لا اصوريها. كان اسمه ايه البوتاجاز كان عايز يتمسح والكلام ده، بس قلت مش مشكله، مش مشكله، مش مهم. قومي صوري. حطيت بقى الجبنه التركي، وبعدها شويه كده من الجبنه الموتزاريلا. ما رضيتش بصراحه ان انا احطها كلها، قلت يا بت لا، خليها شويه كمان، البقيه يعني المره تانية. قلبت بقى كده، هقلب بقى الناحيه التانية احسن من كده بكتير، علشان احط بقيه المكونات اللي انا هحطها. حطيت كاتشب، وكمان حطيت كده مايونيز. تحفه تحفه تحفه، بسم الله ما شاء الله. ال- المايونيز بتاع ادمي رهيب رهيب بجد. احلى من اللي هو هاينز بكتير. لا ليه طعم كده جميل بصراحه. بدأت بقى كده ان انا اقلب، مش عارفه انا هنا بقى جبت معلقه بقى، قلت بقى ايه بلاش بقى رزاله، هاتي معلقه. بدأت كده ان انا اقلب طبعا علشان انا ماسكه الفون الناحيه التانية، فهتلاقوا ال 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 مش عارفه، هتلاقوني كده بطيئه كده في نفسي. فدي بقى كانت الخلطة الرهيبة جدا جدا، قسما بالله ما تفرقوها عن لما الحاجة كانت بره احلى، حلو عن كده يعني. كان جميل بجد. بدأت هنا بقى ان انا احشي كده الكريبات. كان كمان الحشو ما شاء الله يعني كمية كبيرة، والكريباية كده كانت مليانة. استكفيت كده بالكمية دي. هبدأ بقى كده ايه ان انا اتنقل اصلا. عاوزة اقول لكم ان انا نسيت هو بيتنى ازاي. بجد يعني انا عملته كده اللي هو ايه، هو مثلث معوج. مش مثلث كده حلو كده، لا. بس هو كفايه طعم بصراحه. قلت مش مشكله، ممكن برضو انا هنا ما عرفتش ان انا اعمله قوي، علشان ماسكه الفون وكده واصور، بس للاسف كلهم طلعوا معايا كده. وفي كمان واحده صغيره كده اتعوجت مني وانا بسويها يعني، وانا بعملها كعجين يعني.
بس مش مشكله، دي نوعا ما طلعت حلو يعني، طالعه كده ايه سليمه كده وشكلها حلو. هنا بقى بعد لما حمصتهم كده على الجريلا، كان تحفه تحفه قسما بالله، جميل جمال ملهوش مثال. وعجينه الكريب العجينه السهله جدا اللي هي عباره عن دقيق وميه وملح وسكر وشويه زيت بس. ده كده كان فيديو النهارده، اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.